يبدو بأن مسلسل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش قد انتهى، وسوف تتم طي صفحاته رسميا في الساعات القادمة، بعدما أشارت مصادر الشروق إلى فسخ العقد بالتراضي مع الناخب الوطني بيتكوفيتش، وبأنه تم استدعاء المديرية التقنية أو المديرية الفنية الوطنية وجهت دعوة للجنة التقنية برئاسة ربح سعدان للاجتماع يوم الخميس من أجل دراسة الملفات المرتبطة بالبحث عن خليفة بيتكوفيتش. إذن الطلاق بالتراضي ونهاية مسلسل بيتكوفيتش الذي يبدو بأنه رفض الشروط التي وضعتها الاتحادية الجزائرية واللجنة التقنية، مثل التخلي عن نوابه ومساعديه. وكان بيتكوفيتش من المتوقع أن يعود إلى الجزائر ويبدأ في ممارسة مهامه وفقا للعقد الجديد الذي كان قبل كأس العالم وأثار جدلا كبيرا. كان من المفترض أن يعود في الساعات الماضية مع الفاتح من شهر أوت، يعني البارح، بداية عقده الجديد الذي يمتد إلى غاية صيف 2028، ولكن المدرب السويسري لم يعد إلى الجزائر. وأيضا يبدو بأنه في اتصالاته قال بأنه يوافق على المغادرة والطلاق بالتراضي. كان بيتكوفيتش وقع عقد لتجديد مهامه مع المنتخب الجزائري، مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قبل نهائيات كأس العالم، وكان هذا العقد يمتد إلى غاية 2028 وتضمن أهدافا محددة على غرار بلوغ نصف نهائي كأس أفريقيا 2027 ثم الوصول إلى نهائي نسخة 2028. ولا شك بأن خروج الجزائر من الدور الثاني في كأس العالم وبتلك الطريقة أمام منتخب سويسرا وما حدث بعدها يكون قد وضع نقطة النهاية، مع ارتفاع أصوات عديدة انتقدت تجديد عقده قبل المونديال، وأيضا طالبت الاتحاد الجزائري بمحاسبته وبإنهاء عقده. وكانت هنالك مراسلات ومهلة للرد، وثم عمد الاتحاد الجزائري إلى وضع بيتكوفيتش أمام يعني خيارات محددة، من خلال التخلي عن مساعديه وفرض ربما بعض الأسماء، بين قوسين فرض بعض الأسماء عليه. ويبدو بأن بيتكوفيتش رفض هذه الخيارات، وبالتالي اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة ربح سعدان سوف تجتمع حسب المصادر هذا الخميس من أجل دراسة السيرة الذاتية لعدد من المدربين، والأقرب المدرسة الإسبانية. يعني توقعات كثيرة بأن يكون خليفة المدرب بيتكوفيتش هو مدرب إسباني، ولكن لا شيء رسمي حول خليفة بيتكوفيتش، وإن كان الآن قد انتهى هذا الفصل ما بين القبضة الحديدية يمكن وصفها وكثرة الجدل الإعلامي والصخب الإعلامي والغضب الجماهيري، والذي امتد منذ خروج الجزائر من المونديال إلى غاية اللحظة مع هذا الخبر، وهو موافقة بيتكوفيتش على المغادرة والطلاق بالتراضي بينه وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم في انتظار الترسيم وفي انتظار هذا أهم معرفة خليفة المدرب السويسري على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري. هذا فيما يرتبط بالملف الذي يبدو بأنه الخبر الذي يتناقله الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الآن. السلام عليكم، أزول فلاون في أول قناة إلكترونية في الجزائر، جزائر تيب. تتجه قضية مدرب المنتخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش نحو نهاية تاعها بعد التطورات الجديدة التي تشير إلى اقتراب فك ارتباط بينه وبين الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتراضي. وفقا لمصادر جزائر تيب،
فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مراسل بيتكوفيتش رسميا من أجل توضيح الموقف النهائي تاعو بشأن استمراره على رأس العارضة الفنية للخضر، وأرفق المراسلة بالبرنامج تاع الاستحقاقات الخاصة لشهري أوت وسبتمبر. البرنامج هذا اللي راسلوا الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل محاولة حسم الملف بشكل نهائي. بصح المدرب السويسري رد بشكل سلبي على المراسلة، وهو الشيء اللي عزز الفرضية تاع فسخ العقد بين الطرفين بعد أسابيع طبعا من الجدل والغموض حول مستقبل المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش والطاقم الفني المساعد. وبحسب المعلومات ذاتها فإن الأسباب العائلية هي اللي توقف وراء قرار بيتكوفيتش، ما يجعل الرحيل تاعو من المنتخب الوطني مسألة وقت، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية قبل الإعلان الرسمي من الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ويبقى في بيان الفاف المرتقب في الساعات ولا الأيام المقبلة هو الخطوة الأخيرة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي وتأكيد مستقبل جهاز الفني للمنتخب الوطني. وأخيرا الطاعون يغادر المنتخب الوطني الجزائري. بيتكوفيتش حسب الأخبار منتظر غدا من أجل فسخ العقد تاعو مع المنتخب الوطني، وقالوا بيتكوفيتش توصل لاتفاق لفسخ عقده بتراضي. واو، مجحاح كيما هذا خرج بتراضي، حاجة مليحة بالبزاف. بصح عندي سؤال يا جماعة، ماشي في اجتماع اللجنة أوصت بالإبقاء على المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حتى عام 2028؟ هل بعد إقالة مساعديه الأجانب خلاوه يخرج؟ ممكن هذا هو السبب. خلونا نولوا للأخبار، لأن الأخبار راهي تتسارع يا جماعة. راهم يقولوا الاتحادية الآن راهي تحوس على بديل الداهية في أسرع وقت، وممكن البديل يكون من المدرسة الإسبانية. ما يروحش بالكم بعيد، ما يروحش تخمامكم بعيد، لانه كاين بزاف ربطوا تصريحات تشافي بالمنتخب الوطني. انا نتبع تشافي، المشكل الاول تاعو هو الراتب، وزيد يحتاج عناصر معينه باش تنجح الخدمه تاعو. انا نقول لكم الحاجه المهمه الان هي بيتكوفيتش غادر وبلا سماح ثاني، وعلى الاتحاديه الان الاسراع في ايجاد البديل المناسب. عندنا استحقاقات راهي قريبه بالبزاف، لازم الان ما نضيعوش الوقت، ما لازمش الان نطيحوا في نفس الاخطاء. المدرب اللي يجي نديروه اكبر منا ونعطوه اهداف زيمبابوي ومالاوي. لازم الان نديروا قيمه للمنتخب نتاعنا، للاسماء اللي عندنا، والطموح نتاعنا لازم يطلع. كاين بنود في العقد لازم تطبق على اي مدرب، ماشي كما اللي سبق. سمعنا باللي العقد تاع السابق كان فيه يبقى في الجزائر 3 أسابيع ويخرج اسبوع، ومن بعد ولا يجي مع اللاعبين. المدرب اللي يجي الان لازم يكون عنده مشروع رياضي، تجديد كلي للمنتخب الوطني. كاين اسماء خلاص الرحله نتاعها، وكاين اسماء راهي جايه في الطريق، وفي قادم الايام راح نزيدوا نهضروا اكثر. وكاين في راسي مدرب خلوا غدوه ان شاء الله نعطيه لكم، نشوفوا السيره الذاتيه نتاعو ومن بعد نهضروا عليه.